ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلى على الحبيب قلبك كتيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بقى دي مرقه، دي كنز. دي ايه؟ كنز. هو انا مش عارفه ليه كان الفلاش تقريبا مش شغال، ولا الاضاءه عامله كده ليه، ولا كان النور قاطع، مش فاكره بصراحه. هنا بقى حطيت حله على البوتاجاز. هعمل ايه بقى؟ نعمل بالمرقه دي ايه؟ ملوخيه ورز واحده بواحده. معلش طبعا بعتذر عن الصوت لان ابني تعبان ونايم على رجلي ومخليني مش عارفه اقوم اعمل اي حاجه. انا بقى حطيت حته زبده على شويه زيت، وبعد كده بقى ايه؟ غسله الايه؟ الرز. هنزل بايه؟ بكبشه كده منه، ايه اديها لون ايه؟ ذهبي، او لون اللي هو الجولد ده. معلش برضه بعتذر عن الصوت لان هو تعبان خالص، يعني شويه كده هوديله الدكتور. فادعوا له بس ايه؟ بالشفاء، بالشفاء ان ربنا يشفيه ويشيل عنه يا رب، لانه تعبان خالص. هنا بقى افضل اشوح في شويه الرز دول كده لحد ما ايه؟ لونهم ممكن تعملوا رز ابيض او واحده بواحده، او شعريه، يعني جنب الملوخيه اللي انتوا تحبوه. بس انا كنت يعني ايه؟ كنت نفسي رايحه اللي هو اللي كنا عايزين يعني ناكل ايه؟ رز واحده بواحده، بقالنا كتير ما كلناهوش. ما احنا ما بنجيبش سمك بقى، السمك غالي. فايه قلت خلاص ايه؟ نعمل شويه رز واحده بواحده. انا بقى افضل اشوح فيه كده لحد ما ياخد لون اللي هو الجولد. الجولد يعني مش هحرقه، هخليه ياخد لون ذهبي كده. بس هنا كان ماسك بقى ببعضه، بس عادي يعني. ادي اهوت. بصوا اللون بقى اللي هو ده. ده بقى ايه؟ ننزل بقى بكمية الرز الايه. انا مش عامله كتير يعني، لاني مش يعني هما ياكلوا ملوخيه وفي ولادي ياكلوا، بس يعني رز اتعملت على قدهم، بالذات ان الرز ب30 جنيه، فلازم نخاف على شويه الرز اللي عندنا في الظروف اللي احنا فيها ديت. يعني كيلو رز ب30 جنيه، يعني المفروض حبيت الرز كده تقع ما نسيبهاش بصراحه. وصلنا بقى الفلاش كان مطفي، ده كله مش واخده بالي. هنا بقى هو الفلاش بقى كده اهو، كده الحاجه نورت ازاي. هحط بقى هنا كده شويه بقى من الشوربه دولت. اقول لكم دي كنز كنز. تسلقي الفرخه دلوقتي، تعملي عليها حله شوربه تقضيكي شهر تطبخي منها، شهر بحاله. ادي بقى هنا اهوت. خلاص بقى. لا كان الغطا صغير. فادي اهو. بصوا بعد ما استوى، مفلفل وجميل جدا. بس اشيله بقى خلاص كده استوى. بقيت بقى الشوربه بقى اعمل بقى ايه؟ اعمل شويه ملوخيه خضراء. ماشي. ادي بقى انزل بواحدة ماجي على ايه؟ على شوية فلفل اسمر، وهدوبهم بقى كده بالمضرب. الملوخية اللي هي الشتوي مش بخليها المرق دي بتدفى، مش بخليها تقلب. ادي بقى ايه؟ ملوخية خضرا. طبعا برضو بعتذر لكم على الصوت، معلش والله، اسفة يعني لو في ايه صوت ابني وكده طلع في المونتاج، فسامحوني يعني. بس انا لو حطيته هيعيط وهو مش قادر اصلا يعيط. بس بقى مفيش احلى من الملوخيه الخضراء. سيبك من الملوخيه المجمده دي. الملوخيه المجمده ديت ملهاش طعم اصلا. مفيش احلى من الحاجه الطازه. تجيبيها كده وتقطفيها بالعنقود بتاعها وتغسليها وتحطيها تحت المروحه او على فوطه، وتسيبيها تنشف بالمخرطه بقى وتخرطيها. كبة ايه؟ احنا بتوع كبات. مفيش احلى من انك تقعدي تخرطي كده وعلى الصينيه بقى وعندك قرن فلفل احمر كده، حطي حته منه عليها وخرطي فيها بقى. ما نتنعماش قوي عشان ايه؟ ما بالنعامة بترقد في الحلة. هنا بقى هو بصوا. دي نفضل بقى نقلب فيها كده تقليبة حلوة زي ما انتم شايفين. يعني عايزة تدعوا لنا دعوة حلوة كده الأيام اللي جاية علينا. يعني احنا داخلين على أيام ايه؟ عايزاكم تدعوا لنا يعني دعوة حلوة من قلبكم كده. وبحبكم طبعا، يعني بحب تعليقاتكم الجميلة اللي انتوا بتعلقوها. هنا بقى دوب سبتها يا دوب قلبت قلبة كده،
وقمت شايلها على طول طبعا، عشان ايه مينفعش نسيبها تقلب كتير على البوتاجاز. هنا بقى تحطي ايه اي مادة دهنية انت بتحبيها، اي مادة دهنية انت عاوزاها حطيها. انا ده دهن مسيحاه وحطاه ببرطمان كده، وحطاه في ظرفة المطبخ. هحط بقى كده ايه حتة منه واسيب بقى لما يسيح. وتوم بقى، في توم انا دقاه في الهون. انا رحت فين؟ انت رحتي فين يا حاجة؟ يا حاج التوم كنت بجيب التوم. اه هنا بقى ايه التوم بقى اشوحه لحد ما ياخد ايه لون اللي هو برضو جولد، مش لون غامق محروق، لا لون جولد كده. بصوا كده بقى اللون ده كده حلو. هشيله بقى وايه. يلا يا وليه بسرعة، يا ولية يا ولية بسرعة، حرام عليكي. كنت بجيب بقى الملوخية حبيبة قلبي دي، العشق دي بموت فيها. انزل بقى كده بالطشه، واخد بقى شويه كده من هنا احطهم بقى في الطبق، وانزل بقى الحبه اللي بيبقوا ايه الطشه اللي بتبقى في الطبق دي. ده بقى انا زوجي العزيز فرعوني. بيحب ياكل الملوخيه في الطبق اللي انا طشه فيه. والله. هنا بقى خلاص بصوا اهي. لا كان عندي بقى طبق محشي من قبلها سخنته، وده فلفل او ده مخلل كنت مخللاه، وده برده مخلل كنت مخللاه. وانا معرفش الموبايل كمله. انا بقى مش بصور لكم حاجات اليومين دول، كل دي حاجات متصوره معايا. ليه؟ المطبخ عندي متفشفش يا جماعه، ادعوا لي اعمله وارجع اصور لكم تاني. بس اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.